الآن يشاهد في العيان في القنوات، واحد يرفع يد، والله إني ظننتها يد خروف بجنبها بالأضلاع وكذا، فإذا بها يد مسلم، نسأل الله العافية. ابن الأثير في تاريخه في آخره ذكر عن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، يقول ضرب الناس بالذل، فصار التتري الواحد يدخل القرية فيقتلهم واحدا بعد واحد ولا أحد يتحرك، وكان يقول للرجل انكب على وجهك على الأرض حتى آتي بسيف أقتلك به، ولا يتحرك. يقول ابن أثير: وحدثني رجل أنه كان في 17 رجلا فلقيهم تتري واحد، فقال: يكتف كل واحد نفسه، يعني ربط كل واحد نفسه حتى أقتلكم. يقول: أصحابي فعلوا ذلك. قلت لهم: لماذا لا نهجم عليه، هو واحد وإحنا 17 ونقتله؟ قالوا: ما نقدر. قال: وهل فيه أعظم من القتل اللي بيسويه بكم؟ نسأل الله العافية. فما استجاب له أحد. يقول: فأخذت سكينا فبقرت بطنه فمات، وحلوا أربطتهم وهرب. الذل الذي يضرب على الأمة إلى هذا الحد ماذا بقي فيها؟ وما أشبه الليلة بالبارحة، وقوى ضاربة، أعداد هائلة، وأموال الدنيا كلها عندنا، لكن ضرب علينا الذل. فما الذي علينا؟ علينا أن نراجع ديننا، علينا أن نراجع ديننا. والمسألة كما قال الله جل وعلا: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.